السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابع الأوفياء، المشاهدين الأعزاء، تحياتي لكم أينما كنتم. إخوة الكرام، كما تلاحظون هنا واحد الطرد. هنا كنلاحظوا هاد السيدة هادي سوف تقوم بإدخاله في الصندوق. كذلك هذا الفيديو ليس لي، وجدته في إحدى الصفحات فأردت أن أشاركه معكم لكي يستفيد النحال المبتدئين. هنا كما كتشوفوا الإخوة الكرام، السيدة راه كتقوم بإعداد الصندوق ديالها. الصندوق كما كنلاحظوا راه فيه إطارات، وقامت يعني بتفريش الغطاء في الأرض. هنا تهبط، هنا كتنفض الطرد في الصندوق ديالها. هنا كتشوفوا كما كتشوفوا النحل طاح في الصندوق، واللي طاح يعني برا الصندوق كيطيح لديك الغطاء ديك الفراش اللي دارت. هني من بين العوامل الأساسية اللي كتساعد أن النحل يستقر، الطرد يستقر في الصندوق. كما كتشوفوا الإخوة الكرام، الإطارات راها ممطوطة، يعني كتكون إطارات ممطوطة كتسهل على النحل أنه يستقر في الصندوق الجديد. وإلا ما كاش عندك أخي النحل، يعني أخي المبتدئ، إلا ما كاش عندك يعني الإطارات الممطوطة، يكون عندك إطارات أساس، شمع أساس. ربما بعض الإخوان داخلين على شهر 6 إن شاء الله، يعني ما بقاش يعني الطرود، ولكن في بعض المناطق مثلا الشمال راه مازال، يعني المناطق الباردة راه مازال كاين الطرود ديال النحل. كتشوفوا النحل يعني كيفاش تا ديك النحل اللي طاح على ديك الغطاء، تا هو نتوما كتشوفوا كيتجه للخلية. راه كما كتعرفوا الإخوان النحالة المحترفين، يعني بلا من راهم عارفين هاد الشيء هذا، ومنهم كنتعلمنا، ومنهم مازالين كنتعلموا منهم. إخوان النحالة المبتدئين راه لا تدخل غير الملكة، طرد كامل بإذن الله كيدخل من الخلية. سبحان الله العظيم. يعني في هاد الدول الأوروبية والدول الآسيوية النحل يعني ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هذه الإطارات الممطوطة يعني كيكون فيهم ريحة، الرائحة ديال النحل. يعني الإطارات الممطوطة كتكون فيها الرائحة ديال النحل. هنا هذيك الإطارات كتشجع على النحل لأنه يستقر في الصندوق كما قلت لكم الخوت. ثم النحل يعني هاي زادتو إطارات، الإطارات اللي هما جداد، يعني اللي فيهم الشمع درتهم في الوسط، والجداد درتهم يعني على الجوانب. يستحسن أخي النحل المبتدئ أنك يعني إلا دخلتي طرد جديد يمكن لك يعني دير معاه العلافة لداخل، دير فيها واحد شوية د المحلول السكري، يعني حتى المحلول السكري كيساعد النحل أنه كيبقى كيتغذى وكيبني به، يعني كيبني بواحد السرعة. اللهم زد وبارك. الآن هي كتغطي الخلية ديالها. اللهم زد وبارك. اللهم سخر للجميع، الله يسهل للجميع. تحياتي لكم، كنتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.